هو انت قايمة من النوم ورايحة فين دلوقتي؟ عطشانة. صوت عقارب الساعة كان أعلى من كل ليلة، وأول مرة أخد بالي من الطرقة اللي موجودة بين أوضة النوم والمطبخ، كأن كده في إضاءة لونها أزرق. أنا عمري ما صحيت من النوم علشان أشرب، دي أول مرة في حياتي تحصل لي. مشيت في الطرقة وأنا جسمي بيترعش، الدنيا كانت برد، بس مع الوقت بدأت أتأكد إن أنا جسمي هو اللي متلج. وقفت على باب المطبخ وبصيت لكل حاجة قبل ما أخش. مش عارفة إيه إحساس الخوف اللي كان مسيطر عليا ده. أنا عمري ما كنت جبانة، شباك المطبخ مقفول وكل حاجة تمام. أنا مرعوبة من إيه؟ وقفت قدام التلاجة وفتحت الباب بتاعها، وطلعت إزازة مية فتحتها ورفعتها علشان أشرب. وأنا واقفة لمحت خيال على باب التلاجة قدامي، زي ما يكون حد واقف ورايا وصورته معكوسة. وقفت، حسيت إن أنا مش قادر أسيطر على أعصابي، لدرجة إن إزازة المية وقعت من إيدي واتكسرت 600 حتة. الإزازة اتنطر في كل مكان، ولأني جاية المطبخ حافية، كل ما أحط رجلي أتجرح. السيراميك بقى كله دم، وما كانش قدامي غير إن أنا أطلع فوق ترابيزة المطبخ. بصيت لمنظر الأرض والإزاز المكسور والدم اللي نزل من رجلي. خفت لما لقيت نفس بارد جاي من ورايا، زي ما تكون في إيد بتحاول تلمس شعري. صوتت، بس صوتي ما كانش طالع. حسيت مع الوقت إن أنا قوتي بتضعف، وكل ما الضعف كان بيزيد كان شعوري بالشيء اللي موجود ورايا ده كمان بيزيد. أنا حاسة فعلا بإيد بتمسك شعري، صوابعها عمالة تتحرك وبتنزل على رقبتي. حتى النفس البارد عمال بيقرب، وكانت ريحته وحشة أوي. شوية وسمعت صوت الغسالة بتشتغل. أنا سامع الموسيقى اللي بترن أول ما بضغط على كلمة ستارت، لغاية ما قررت أغلب الخوف اللي جوايا وأبص ورايا. بصيت ورايا ناحية الغسالة، ويا ريتني ما بصيت. كان في ملامح لونها أبيض لكنها بشعة. وش واحدة عجوزة كان مكرمش، شعرها كله أبيض، حتى لون الجلد نفسه كان أبيض ومليان جروح لونها أحمر. ما قدرتش أتحمل المنظر، جسمي كله اتشل. كل اللي أنا عملته حطيت دماغي بين رجليا، حاولت أمنع أي صوت بسمعه، ضغطت على وداني بإيدي لغاية ما صوت الغسالة بدأ يختفي بالتدريج، ومع الوقت انتهى. ساعتها بس رفعت دماغي لفوق، بصيت في المطبخ والخوف كان مكلبشني، لكن كل حاجة رجعت لطبيعتها. نزلت من فوق الترابيزة، لكن من الناحية التانية طبعا اللي ما كانش فيها ازاز. الألم كان رهيب، كنت بحاول امشي واحدة واحدة لغاية ما اطلع من المطبخ. اول ما طلعت ومشيت في الممر، حسيت المرة دي وانا ماشية ان صوت عقارب الساعة رجع لطبيعته. قعدت في السرير والنوم طار من عيني. انا حاسة ان انا شفت كابوس، بس الكابوس ده شفته وانا صاحية. سناني كانت عمالة بتخبط في بعضها من الخوف، لدرجة ان ايهاب جوزي صحي من النوم، قعد جنبي وشاف الدم اللي نزل من رجلي فوق ملاية السرير. سألني وهو مرعوب: مالك؟ الرعشة اللي كانت في جسمي كانت منعاني حتى من ان انا اتكلم، لكن حاولت اوصل له اللي جوايا. شاورت له ناحية المطبخ، أمن على السرير وراح المطبخ. ما تأخرش، بقول المطبخ مفهوش حاجة. ازاي؟ دي الإزازة وقعت مني لما شفت ايه؟ أنا رجلي كلها جروح من الإزازة اللي وقعت وانكسرت على الأرض، ده حتى الأرض هناك كلها دم. المطبخ مفيش فيه أي حاجة. طب والجروح اللي في رجلي دي جت منين؟ الحوار اتقفل لغاية هنا. إيهاب كمل نوم وأنا كملت تفكير في اللي حصل. طب لو أنا كان بيتهيألي، رجليا اتعورت ازاي؟ ما كنتش متوقعة ان اللي حصل الليلة دي هيكون بداية لعنة هتبدأ تطاردني. الموضوع حصل من تاني يوم الصبح. التفكير أخدني تاني لتفاصيل أنا ما انتبهتش ليها.
أنا ما صحيتش من النوم من نفسي، أنا بدأت أفتكر كويس. أنا في حاجة كانت بتصحيني وقتها، زي ما تكون في إيد كانت بتهزني علشان أصحى. حطيت كف إيدي على كتفي مكان ما كانت الإيد بتهزني، حسيت بألم زي ما يكون في حرق. رفعت كم البيجامة وبصيت على مكان الألم، وساعتها كانت صدمة. مكان الإيد اللي كانت بتصحيني محروق. زي ما تكون كدمة مكان خبطة، لكن لونها وإحساسها زي الحرق بالظبط. أنا ما افتكرش إن أنا اتخبطت في حاجة، أكيد في سبب ورا ظهور العلامة دي. وقفت قدام المراية وكنت بسرح شعري، واتفاجئت إن شعري من ورا زي اللي محروق. دي كانت مكان الإيد اللي حسيتها وأنا في المطبخ بتحسس على شعري. غيرت هدومي وخرجت، ما كانش في مكان محدد هروحه، أنا مش عايز أقعد في الشقة وخلاص. ما رجعتش غير لما إيهاب كلمني وسألني أنا فين. قلت له أنا قاعدة في المول اللي جنبنا. ولما عرفت إنه في الشقة رجعت. استغرب إن أنا أول مرة أتصرف بالشكل ده وأطلع من غير ما أقوله. بدأت أحكي له على كل اللي حصل ليلة امبارح. إيهاب، أنا مش عايز أفضل في الشقة دي، مالها الشقة؟ حكيت له كل حاجة بالتفصيل، لكن كان باين عليه إنه مش مقتنع. إحنا عايشين من سنتين في الشقة دي وما شفناش فيها أي حاجة، اشمعنى اليومين دول؟ إيهاب، أنا في حاجة هي اللي خلتني أصحى من النوم. ده غير إن أنا لما بصيت ورايا بعد اللي حصل في المطبخ لقيت شبح لونه أبيض وشكله بشع. أنا مش بتهيألي، كل ده واقع أنا حسيت بيه. طب بس ممكن تهدي؟ أنت أعصابك تعبانة من حاجة وأكيد محتاجة ترتاحي. أنت تقصد إن أنا مجنونة؟ أنا ما قلتش كده، طبيعي إن أي حد فينا أعصابه تتعب شوية. ساعتها عرفت إن الكلام مع إيهاب مش هيفيدني بحاجة. اتصلت بصاحبتي، كانت قريبة مني، أقدر أتكلم معاها بدون ما تبصلي على إن أنا مجنونة، وحكيت لها كل اللي حصل. اقترحت عليا وقتها إن إحنا لازم نجيب شيخ علشان يشوف الشقة، ولو في حاجة يصرفها. لكن مجرد الفكرة نفسها أنا كنت رفضاها. أنا مش عايز أدخل في الدوامة دي اللي بيدخلها ما كانش بيخرج منها، وأمثلة كتير إحنا شفناها. حاولت أنسى اللي حصل. تاني يوم كان لازم أقوم أحضر الغدا. وقفت في المطبخ وشغلت إذاعة القرآن الكريم، ولعت البوتاجاز وبدأت أجهز كل حاجة الأكل. كنت مشغولة بالحاجة اللي موجودة فوق البوتاجاز، وافتكرت إن أنا نسيت أحط ملح في الأكل. لفيت بسرعة علشان أجيب الملح، لكن اتفزعت، لقيت الشبح الأبيض ده موجود في وشي. رجعت بسرعة لورا لدرجة إن كل الأكل اللي كان على النار كان هيقع فوقي. دققت في ملامح الوش الأبيض اللي قدامي، المرة دي كان ظاهر بشكل بشع أكتر، كان بيضحك ضحكة خبيثة ومخيفة. غمضت عيني علشان ما أشوفش الملامح بتاعته المرعبة. أول ما فتحت عيني ما لقيتوش. قدرت أسيطر على نفسي لغاية ما خلصت الغدا. طلعت بسرعة من المطبخ، وبمجرد ما طلعت إذاعة القرآن الكريم وقفت. بصيت ورايا لقيت المطبخ ضلمة بالظبط، كأن الليل نزل عليه لوحده. ولمحت ظل أسود كان بيتحرك جوه المطبخ. اتصلت بصاحبتي واللي كانت لسه مصرة على رأيها، لدرجة إنها قالت لي أنت لو متأكدة إن اللي بيحصل لك ده مش تهيؤات يبقى لازم حد يجي يشوف الشقة ويطهرها من اللي فيها. المرة دي حسيت إن أنا عندي استعداد أقبل الفكرة، لأن ببساطة مش بيتهيألي، الموضوع بدأ بشكل مفاجئ وعمال بيتطور، وأكيد الموضوع مع الوقت هيزيد. خلصنا الغدا وإيهاب كان ملاحظ إن أنا متوترة. مالك؟ يا في حاجة حصلت؟ حاجة زي إيه؟ شايفك بتبص للمطبخ كتير، وأنت لسه بتفكري في اللي حصل؟ لا لا لا، أنا الموضوع راح من دماغي أساسا. حاولي ما تفكريش كتير، ممكن يكون إرهاق أو تفكير زيادة.
ما تخليش الموضوع ياخد أكبر من حجمه. بعد حواره معايا ما حبيتش أفتح معاه أي كلام. ما صدقت إنه دخل يرتاح بعد الغدا، واتصلت بصاحبتي وحكيت لها على كل حاجة دارت بيني وبينه. اقترحت عليا نفس الفكرة اللي أنا بفكر فيها، لازم حد يجي يشوف الشقة، لكن في وقت إيهاب ما يكونش موجود فيه. للمرة التانية بقوم من النوم ونفس اللي حصل معايا بيتكرر. ايد بتخبطني في كتفي بتصحيني، ونفس الكدمة بتظهر مكان اليد، بس المرة دي كنت عطشانة بطريقة صعبة. افتكرت ان انا حطيت ازازة مية جنبي عشان لو قمت بالليل اشرب. بصيت عليها ما لقيتهاش. صحيت ايهاب. هي فين ازازة المية؟ يعني انت بتصحيني علشان تسأليني على ازازة المية؟ ايوه، انا سايباها جنبي هنا عشان لو عطشت بالليل. اولا انا دخلت انام بعدك، ثانيا ما كانش في حاجة هنا. حاولت اقاوم العطش لكنه كان بيزيد بطريقة غريبة، زي ما يكون بقالي اسبوع ما شربتش. وطبعا ما كانش في حل قدامي غير المطبخ. وانا ماشية الخطوات بتاعتي كانت تقيلة والعطش بياكل في بقي، لكن الخوف من المطبخ كان بيخليني اقدم رجل واخر رجل. وفي النهاية قدام باب المطبخ بدأ الوش الابيض يظهر بشكل تدريجي. لقيتني وقفت واتخشبت مكاني. حاولت ارجع معرفتش. صوت عقارب الساعة كان بيعلى. حسيت ان انا بقرب من الشيء البشع ده بدون ما رجلي تتحرك خطوة لقدام. وقفت قدامه وغصب عني لقيتني ببص في ملامحه البشعة، جلده الابيض المكرمش والجروح اللي ظاهرة باللون الاحمر، اسنانه، شعره الابيض الطويل. الملامح دي ملامح واحدة مش ملامح واحد. جسمي اتحرر فجأة. حاولت اهرب واطلع من المطبخ لكن الباب اختفى. انا في ضلمة، ضلمة بين 4 حيطان. الباب نفسه ما كانش موجود. مش شايفة اي حاجة من الضلمة. ما كانش فيه غير الوش الابيض بس هو اللي ظاهر، واللي بدأ يلف حوالين مني واسمع ضحكة مخيفة طالعة منه. وساعتها حسيت ان الدنيا بتدور بيا لغاية ما اغمى عليا. قمت من النوم لقيتني على السرير. إيهاب كان واقف على باب الأوضة وصاحبتي جنبي. كنت مستغربة اللي أنا شايفاه. هو إيه اللي حصل؟ إيهاب اتصل بيا وقال له إنه سمع صوت خبط في المطبخ. لما قام لقاكي واقع على الأرض ومغمى عليكي. شالك وجابلك دكتور، والدكتور طمنه، قال له إن أنت عندك هبوط وعلقلك محلول، واتصل عليا علشان أجي لو احتجت حاجة. كانت فرصة إن إيهاب ينزل الشغل، وطبعا صاحبتي سألتني عن اللي حصل في المطبخ لما وقعت. ما كانش داخل دماغها ان انا وقعت علشان عندي هبوط. انا مفيش عندي لا امراض ولا باخد ادوية علشان تعمل كده. حكيت لها كل اللي حصل. لا لا لا، الموضوع بيكبر. اللي في المطبخ بيحاول يستدرجك، لازم تلحقي نفسك. انا هكلم الشيخ. وفعلا الشيخ كان عندنا. وصل بعد ما ايهاب نزل بساعة تقريبا. اول ما دخل لقيته واقف في نص الصالة وبدأ يبص حواليه. عينيه كانت جايبة الشقة كلها لغاية ما وقف عند المطبخ. لاحظت انه كان مركز معاه. الشقة دي انتوا اول ناس تسكن فيها؟ اه. متأكدة ان مفيش حد هنا كان ساكن قبلكم؟ احنا اشترينا الشقة دي جديدة واحنا اللي شطبناها. الشقة دي فيها حاجة مش كويسة، وتحديدا المطبخ. حاجة زي ايه يا شيخ؟ لسه مش عارف بالظبط، لكن الإشارة وصلاني إن في حاجة خبيثة موجودة في المطبخ. بس إحنا هنا من فترة طويلة، والموضوع ده بدأ يظهر من وقت قريب. حاجات كتير بتكون موجودة لكن هايمة في ملكوتها، وأكتر من سبب ممكن يخليها تنشط في العالم بتاعنا. أنا بصراحة مش فاهمة حاجة. فجأة الشيخ بدأ يتحرك ناحية المطبخ لغاية ما دخل وقفل الباب وراه. الشيخ بدأ صوته يعلى. كان بيقرأ نهايات سورة البقرة، ولاحظت انه بيكرر الآيات كتير، وكل مرة صوته كان بيعلى عن المرة اللي قبلها.
لغاية ما سمعته بيقول: ارجعي مكانك، ارجعي. حسينا ساعتها بزلزال بيهز الشقة باللي فيها، وبعدها باب المطبخ اتفتح والشيخ طلع. لكن كان على وشه حرق، بالظبط شبه جرح من اللي كنت بشوفه في الوش البشع اللي بيظهر لي. حاولت افهم منه ايه اللي حصل. ما تدخليش المطبخ من غير ما تكوني متوضية، ولو حسيت بحاجة وراكي اياكي تلفي علشان ما يحصلش فيكي نفس اللي حصل فيا. ان شاء الله ربنا يقويني واقدر اطهر لك المكان ده. بواب العمارة قال لي إيهاب عن الشيخ اللي طلع عندنا، وساعتها حصلت مشكلة كبيرة بيني وبين إيهاب. كان صوته عالي: احنا ملناش في الطريق ده، حاولي ما تخليش خيالك يودينا لطريق ملوش نهاية. الباب اللي كنت عشمانة فيه انه هيساعدنا اتقفل كده، ما عادش هينفع الشيخ يجي تاني. عرضت على إيهاب انه يبيع الشقة وناخد شقة في مكان تاني، لكن سوق العقارات وقتها كان واقف وما كانش فيه حل غير ان انا استمر في الشقة. فكرت انقل اجهزة المطبخ في اوضة تانية، يمكن ده يحل الموضوع ولو بشكل مؤقت، لكن إيهاب رفض ده. هو لسه شايف ان انا بشوف تهيؤات، ومش عارفة ازاي ممكن يقتنع بان فعلا في حاجة في المطبخ. المرة دي صحيت بالليل، لكن ما كنتش عطشانة. صحيت على حركة إيهاب وهو قايم من النوم: هو انت رايح فين؟ عطشان. الكلمة خوفتني. دورت على ازازة المية اللي كانت جنب السرير، ما كانتش موجودة. اختفاء الازازة ده في حد ذاته في كل مرة كان غريب. المرة دي فهمت ان دي اول خطوة في انه يستدرجنا علشان نروح المطبخ، وعلشان كده إيهاب طلع من الأوضة وراح المطبخ يشرب، وحسيت انه اتأخر. حاولت انده عليه لكن سمعت صوت خبطة في المطبخ. طلعت من الأوضة جري علشان أشوف إيه اللي حصل. لقيت إيهاب مرمي في الأرض. فتحت نور المطبخ لكن ما اشتغلش رغم إن النور موجود في الشقة كلها. حاولت أسند إيهاب علشان يقوم، ولما طلعنا من المطبخ دخلنا الأوضة ولقيت على وشه حرق، نفس الحرق اللي كان على وش الشيخ. فوقته وسألته عن اللي حصل. أنا كنت بشرب وحسيت بنفس ورايا. لفيت علشان أشوف في إيه، لقيت في وش أبيض ومليان جروح لونها أحمر، وبعد كده وقعت وما حسيتش بنفسي. يمكن بيتهيألك. لا، ما كانش بيتهيألي، أنا شفته فعلا. ما هو ده نفس اللي أنا بشوفه يا إيهاب، واللي أنت مش مقتنع حتى إن هو موجود. بعدها إيهاب وافق إن إحنا نطلع حاجة المطبخ في أوضة فاضية، وقفلنا باب المطبخ علشان نعزله عن الشقة. عشنا على كده فترة، محدش بيقرب من باب المطبخ ولا بيحاول يفتحه، لغاية الليلة اللي صحيت فيها من النوم ولقيت إيهاب هو كمان صاحي معايا في نفس الوقت. حسيت إن الموضوع غريب. طلعنا من الأوضة وكانت المفاجأة: باب المطبخ مفتوح. بصينا لبعض بصة معناها إن محدش فينا فتح الباب، وبدأنا نسمع صوت خطوات في المطبخ. وبعدها سمعنا صوت حد بياخد نفسه بصوت عالي، ومفيش ثواني وشفنا الوش ده واقف في المطبخ قدام الباب المفتوح وبيبصلنا. بصيت ناحية إيهاب وقلت له: شايف؟ قال لي: شايف. ومرة واحدة الباب رجع لطبيعته، لقيناه مقفول زي ما هو، والوش اختفى ولا كأنه كان موجود. لكن لقيت إيهاب بيقول لي: كلمي صاحبتك تخلي الشيخ يجي بسرعة. وتاني يوم الصبح الشيخ كان عندنا، بس ما كانش لوحده، كان معاه واحد كفيف. سمعته وهو بيقول له: اتفضل يا مولانا. كان في ايده عصاية عبارة عن فرع مقطوع من شجرة ماسكه في ايده، مددها قدامه وهو ماشي علشان ما يخبطش في حاجة. وقف في نص الصالة، وبعدها لقيته بيلف العصاية ناحية باب المطبخ وبدأ يمشي بالراحة ناحيته. حاولت أقرب منه علشان أبقى شايفة كل حاجة، لكن الشيخ منعني. إيهاب برضه
كان مانعني إن أنا أقرب. الشيخ ضرب الباب بالعصاية بتاعته 3 مرات. ساعتها الباب اتفتح من نفسه. كنا واقفين مستغربين من اللي بيحصل. وبعدها الشيخ دخل وقفل الباب عليه. بصيت للشيخ اللي جابه وقلت له: هو انت مش هتدخل معاه؟ انا ما ينفعش ادخل، اللي في المطبخ دي روح خبيثة. ابسط حاجة لو معرفناش ننتصر عليها ممكن تاخد نظر اللي قدامها، لان ممكن الحرق اللي بتعمله يكون في العين، وعلشان كده مش هينفع معاها غير مولانا. صوت كركبة، زعيق، ده اللي كان واصل عندنا، لكن ايه اللي بيحصل في المطبخ الله اعلم. بعدها كان في صمت رهيب والنور انطفى، ولاحظنا بعدها اضاءة حمراء خفيفة ظاهرة من تحت عقب باب المطبخ. وبعدها سمعت صوت خبط بشاكوش، الشيخ بيكسر حاجة جوه. اكتر من ساعة كلنا واقفين على اعصابنا لغاية ما باب المطبخ اتفتح والشيخ طلع وهو مادد العصاية بتاعته قدامه، وكان شايل في ايده خاتم اسود منقوش عليه نفس ملامح الشبح اللي كان بيظهر لي في المطبخ. اول ما طلع الشيخ لقيت نفسي بسأله: هو ايه ده يا مولانا؟ ده يا بنتي اساس الموضوع كله. الخاتم ده مرصود، كان ضمن كنز موكل بحراسته روح شريرة. اتاخد من الكنز، اترمى في مكان غالبا صحراء، وممكن المكان اللي اترمى فيه كان بيتاخد منه رمل بيستخدموه في المباني، ووصل هنا وكان تايه في الرمل. لما العمارة دي كانت بتتبني، والروح دي كانت راصدة الخاتم علشان ترجعه للكنز. ما تشغليش بالك يا بنتي، الموضوع بالنسبة لك انتهى. الشيخ أخد الخاتم ونزل. يومها ما حسناش بأي حاجة غريبة من اللي كانت بتحصل بالليل، لكن اتصل بينا الشيخ اللي جاب مولانا الكفيف وطلب مننا إن احنا نشغل سورة البقرة باستمرار لمدة أسبوع، ونمسح الشقة كلها بمية وملح علشان نخلص من أي توابع موجودة. وقال لنا إن مولانا هيتخلص من الخاتم بطريقته، لكن هيحتاج وقت. الموضوع انتهى وحسينا براحة نفسية، وخلصنا من الكابوس اللي لا كان لا على البال ولا على الخاطر. حياتنا رجعت لطبيعتها ومفيش أي حاجة غريبة بقت بتحصل. وبعدها وتقريبا بعد شهر، كان في الشتاء، صحيت من النوم علشان أروح الحمام، لكن اتفاجئت بباب المطبخ مفتوح والنور والع. استغربت، هو إيهاب ليه ما قفلوش؟ رحت علشان أقفله، النور انطفى من نفسه، وظهرت صورة الخاتم على الحيطة منورة باللون الأحمر، حاجة كده زي الدم، ومرسوم عليها الوش بتاع الشبح اللي كان ظهر لنا قبل كده. فقت من اللي شفته، لكن لقيت كل حاجة طبيعية. قلت ده أكيد من التفكير في الكابوس واللي كان بيحصل لنا. قفلت باب المطبخ ورحت الحمام ودخلت نمت. ما صحيتش غير على رنة التليفون، كانت صاحبتي. وانت معرفتيش اللي حصل؟ لا. هو ايه اللي حصل؟ الشيخ كلمني بيقول انهم لقوا مولانا الكفيف مقتول بطريقة غريبة، كان كل جسمه غرقان دم وجلده كأنه مسلوخ، وهم استدعوا الشيخ علشان اكتر واحد كان بيروح له في الفترة الأخيرة. ولما راح شاف المنظر، هو كان عارف هو شايل الخاتم فين، والمفروض انه كان هيتخلص منه بعد 40 يوم، لكنه لقى الصندوق النحاس اللي كان مولانا شايل فيه الخاتم مكسور، والخاتم مش موجود. طب ما يمكن حرامي، يعني حرامي هيكسر الصندوق وياخد الخاتم ويسيب الذهب اللي في الصندوق والفلوس. أول ما قالت لي كده اتعدلت، وجسمه كله كان بيجيب عرق، وإيدي تلجت، وافتكرت اللي حصل ليلة امبارح. ايه ده؟ المطبخ؟ معقولة الموضوع ممكن يكون رجع تاني؟